السلام عليكم. جولة جديدة من جولاتنا في اسكندرية ومكان جديد بنصوره معاكم من أماكن اسكندرية. بنصور النهاردة من باب شرق في اسكندرية، وهنصور تحديدا شارع فؤاد. هنا بداية شارع فؤاد اهي، دي دخلة شارع فؤاد، وده ميدان ساعة الزهور. كده خلاص دخلنا شارع فؤاد. كنا عملنا فيديو قبل كده عن شارع فؤاد وصورناه بداية من عند شارع النبي دانيال لحد ما وصلنا هنا لباب شرق. كنا صورنا كمان متحف اسكندرية القومي اللي هو على يميننا. جولتنا النهاردة في شارع فؤاد مختلفة، هنشوف الأماكن اللي ما شفناهاش المرة اللي فاتت، من ضمنها شارع المتحف اليوناني الروماني، وهنشوف جمال شارع فؤاد وعراقة مباني شارع فؤاد وجمال تصميمها والتراث اللي لسه محتفظ بيه شارع فؤاد لحد النهارده. بصوا شارع فؤاد مميز جدا، مفيش مرة هتشوفه في فيديو أو صورة غير وتعرف إن ده شارع فؤاد من غير ما حد يقولك، من جمال مبانيه وتصميمها الرائع اللي مش هتلاقي زيه حاليا. وجود الشجر فيه لحد النهاردة الحمد لله، في شارع في اسكندرية فيه شجر. هنا المبنى ده مبنى عالمي مصنف انه اقدم مبنى في اسكندرية. هنا ده المتحف اليوناني الروماني بس من الظهر، وفي ساحة هنا استراحة الناس ممكن تقعد فيها. تحت هنا في باركينج اهو، المبنى اللي بقول لكم عليه. شارع فؤاد فيه اقدم المباني، لان شارع فؤاد هو اقدم شوارع اسكندرية بل واقدم شوارع العالم. شارع فؤاد عمره بيتخطى 500 سنة من وقت بنى الاسكندرية القديمة، يعني من وقت تأسيس مدينة الاسكندرية. كده بقى دخلنا الشارع اللي فيه المتحف اليوناني الروماني اهي، دي دخلته اهي من قدام. بصوا بقى تحسوا ان انتوا مش في مصر، انتوا في اوروبا. بصوا الشارع عامل ازاي، المتحف اليوناني الروماني فعلا كأنك رحت روما. بصوا الارضيات وبصوا المباني حواليه، بصوا التصميم، حقيقي اهتمام رائع بالمتحف ومكان المتحف. بصوا المتحف وشكله من اجمل الاماكن في اسكندرية حقيقي. المرة اللي فاتت اللي صورنا فيها شارع فؤاد ما دخلناش هنا خالص، عدينا من بره، فانا قلت لازم اصور تاني علشان شارع المتحف اليوناني الروماني. وكمان استنوا فيديو على القناة عن المتحف اليوناني الروماني، هنشوف كل محتوياته من الداخل وهنصوره بالتفصيل زي ما صورنا قبل كده المتحف القومي في اسكندرية ومتحف الأحياء المائية ومتحف المجوهرات، فهنصوره بنفس الطريقة بإذن الله. احنا كده طلعنا بقى على شارع فؤاد نفسه، وحقيقي مجرد التمشية في شارع فؤاد بتحسسك بقد ايه اسكندرية دي عظيمة وعريقة، قد ايه انت ماشي في اقدم شارع في العالم
يعني انت مش في اي بلد، انت في بلد فعلا عريقة وليها وزنها وليها قيمتها. انك تتفرج كده على محلات الورد في شارع فؤاد، جمال المباني بتاعته، الأجانب اللي فيه يعني معظم ملاك المحلات في شارع فؤاد من الأرمن واليونان والرومان، معظمهم ناس أجنبية وناس يعني موجودة في اسكندرية من زمان، متوارثين مثلا المحلات دي من أبائهم وأجدادهم. مش شارع فؤاد مش مجرد شارع كده بنعدي فيه بس، مجرد التمشية في شارع فؤاد بتديك إحساس بالفخر إن أنت ابن البلد دي اللي فيها شارع فؤاد، وفيها كل المباني العريقة دي اللي بتعبر عن تاريخ وحضارة متنوعة. واختلافا مع الفيديو اللي فات بتاع شارع فؤاد، برضو هندخل من شارع صفية زغلول وهنصوره لأن ما صورناهوش المرة اللي فاتت. وكمان شارع صفية زغلول من معالم محطة الرمل في اسكندرية أو معالم وسط البلد في اسكندرية. شارع صفية زغلول هو اللي بيوصل محطة الرمل بشارع فؤاد ومحطة مصر، لأن آخر شارع صفية زغلول أهو من هنا دي محطة مصر، وأوله لما نكمل بقى لقدام عند البحر بقى بره عند محطة الرمل. وهنا سينما مترو من أقدم السينمات في اسكندرية برضو. ودي كانت جولة سريعة في شارع فؤاد وشارع صفية زغلول. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لو مهتمين باسكندرية وكل أخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.